تبدأ القصة بتاعتنا ببطلتنا المكتئبة دي اللي اسمها إنجو، هزمت ضيوف الاكتئاب. لو ما سمعتوش الملخص اللي فات فانتوا فايتكم كتير. المهم هي زعلانة لأن الشخص اللي كانت مرتبطة بيه سابها. هي لقيته فجأة بيفتحها في موضوع الانفصال، فبتحكي لصاحبتها اللي حصل، وطبعا من دور الصحبة انها تلعن اللي يأذي صاحبتها. كلنا كنا عارفين ان هو شخص محترم، ازاي ان هو يسيبك كده؟ ممكن الحاجة اللي تشفى عليه ان هو مز الصراحة. ضيعتيه من ايدك يا خايبة، وكمان جايالي في وقت الشغل. ده لاني مش معايا فلوس، كنت باخد منه مصروفي، كان بيشتري ليا كل حاجة. قلتيلي كده عرفنا سبب انفصاله عنك. ما قررتيش تشتغلي؟ اشتغل ازاي؟ انا طالبة لسه. وفيها ايه يا قلبي؟ مش ده احسن من قعدة البيت؟ يعني انا جاية ليكي عشان تواسيني تقومي تكسري فيا؟ انا قلت كده عشان تركزي على نفسك. انتي فاكرة ان الحب كل حاجة، وده تفكير غلط. طب انا اعمل ايه؟ دوري على حاجة مفيدة أو شغل، أو أقولك إيه رأيك تشتغلي في عمل تطوعي؟ على فكرة هيفيدك في مشروع التخرج، هيدوكي أجازة، ما تخافيش. لو كده هبقى أفكر. ثقي فيا، أنا هوصي عليكي، عندي زمايلي هناك. دلوقتي أنا عندي شغل، يلا عاوزة حاجة؟ استني. إيه في إيه دلوقت؟ أنا عايزة استلف منك شوية فلوس. انتي بتهزري صح؟ بطلتنا بتروح للشقة بتاعتها وقاعدة لوحدها بتفكر في الذكريات. كان دايما بيساعدها، حتى الشقة دي كان هو اللي ساعدها انها تاخدها، كانت بتعتمد عليه في كل حاجة. هو مرنش للآن، وهي مش عايزة تبقى لوحدها، ولأنها في فترة صدمة بعد الانفصال بتفكر ترن عليه. بتفتح الاكاونت بتاعه وبتلاقيه متصور مع واحدة. بجد بتفكر ان البنت دي هي السبب في انفصاله عنها. بيجيلها اشعار بتفكر ان هو منه، بس بيطلع ان هو ماسج من المجموعة العمل التطوعي. وكأي بنت عندها فضول بتدخل تشوف الناس اللي في الجروب. الصراحة انا برضو بتفرج على صور الناس، لما بلاقي حد مز فبكرش عليه. عندي كراشات كتيرة. ده مش موضوعنا. بيجي عينيها على واحد مز كده، ايه الحلاوة دي؟ بتفكر انها تشقطه. والله بجد احييكي على التفكير، اهي دي اللي بتفكر صح. بس هي هنا هتشقط الحلو ده عشان تنتقم. بتروح الاجتماع الشغل وبتبص كده مش بتلاقي الولد الحلو، فبتسأل بكل بجاحة عنه. يخرب بيت جرأتك يا شيخة. ما نعرفش يا انسة، بس ليكي انك تسألي في الشغل وبس. وبطلتنا قاعدة مستنية عاوزة الولد يجي عشان تحقق انتقامها بسرعة. وعلى غفلة بيجي الأستاذ، والأخت بتنبهر هنا من حلاوته. أستاذة الاجتماع حابة تسمع اقتراحات الموجودين. الأخت بتطلع زي الهبلة وبتقول خلونا نسهر ونتعشى ونتعرف على بعض. كله سكت حرفيا. واحدة منهم بترد عليها تقول لها ليه نتجمع عشان حضرتك. فبطلتنا بتتعصب من البنت ديت، هي كده بتبوظ خطط الأخت. بيكون في شخص موافق على الاقتراح، أما بقية البنات بيمشوا. أنا مش عايزاكم في داهية. بتروح تتكلم مع الحلو ده علشان يجي معاهم، بس بيقولها إن هو مش فاضي. لكن أختنا مش هتستسلم كده، بتجري وراه علشان تحاول تتكلم معاه. البنات اللي كانوا ماشيين خافوا من تصرفاتها، فكروها عفريت. بتحاول تعزمه مرة تانية، بتقول ان هو يختار المكان اللي هيروحوه عشان هي ما تعرفش الاماكن دي. فهو كتب ليها الاماكن وبيمشي بكل احترام. وهنا الاخت مش عارفة تعمل ايه، فبتقرر تمشي وراه. بتلاقيه اشترى اكل من سوبر ماركت، وبعدها راح الكلية، وهي برضو بتكون لسه وراه. والمشكلة ان هو بيدخل القسم اللي حبيبها كان فيه. يا دي الوقعة، وياه على صدفة القدر. الولد الحلو بيكون عارف البنت ديت، وبيكون جاي علشانها اساسا، وشكله بيهتم بيها. وشكله بيكره الشخص ده. بتشرح البنت ليه ان الحلو ده اللي اسمه يون بيكون صاحبها، وبتعرف يون على سيمباي بتاعها اللي اسمه جيوريم. اسمه ريم؟ يعني الدوشة دي كلها على واحد اسمه ريم؟ هو ايه اللي حصل في الدنيا؟ بتقعد تمدح في ريم، وده بيزعل الأستاذ. وبطلتنا تفكيرها دلوقتي ان ريم بتاعها كان بيخونها من ورا ظهرها. المهم انها لاحظت ان الولد الحلو بيهتم بالبنت دي، بس ايه الحلو فيها؟ الصراحة البنت عسولة، انت اللي هبلة على فكرة. ريم بيحاول يرحب بيون، بس يون بتجاهله، وبيقول ليها ان هو هيمشي، وانها تبقى ترن عليه لما هي تخلص. وبيطلع وبيلاقي الأخت. يا دي النيلة، بيعمل نفسه ان هو مش شايفها وبيمشي، وهي برضو بتبقى ماشية وراه. يا نهار على الإحراج ده، إحراج برو ماكس تقريبا. بتوقفه وبتقوله انها عاوزة تتكلم معاه للحظة. انا ما عنديش حاجة اقولها ليكي. طب ما عندكش فضول تعرف السبب اللي خلاني اتنصت عليكم؟ لا، ما عنديش اي اهتمام اني اتكلم معاكي حتى. والأستاذة هنا مش عاوزاه يمشي، وبتقول ان هو يرتبط بيها. سكتوا البت دي بسرعة، والله بجد هتفضحنا.
انتي بتقولي ايه؟ ارتبط بيا. استنى، طب حتى اقول كلمة. اقول ايه؟ انتي مجنونة تقريبا. هل انتي حتى بتحبيني؟ ايوه. بطلي كدب، انتي اول مرة تشوفيني النهاردة. باين انك كنت بتراقبي ريم ده او ايا كان. البطلة بتبقى ساكتة، ما تعرفش هو ازاي عارف انها كانت بتراقب ريم. هو انا الوحيدة اللي مستغربة من الاسم؟ الكوريين دولت عليهم اسامي. تعرف ان انا وريم كنا مرتبطين؟ بس ازاي مش انت قلت ان انا اول مرة اشوفك النهاردة؟ ازاي بقى عرفت؟ اريوم هي اللي قالت لي. اريوم؟ تقصد البنت اللي مع سينباي؟ المهم ان الاستاذ بيحكي ليها انه كان بيدور في حسابات ريم، وده لان هو مهتم باريوم. عادي انا بعمل كده برضو. تعرف انا شبهك نوعا ما، انا مهتمة بريم بس هو انفصل عني، الا اني لسه بحبه، علشان كده طلبت منك اننا نرتبط. ممكن لما اعمل كده يكون غيور شوية. ما تبصيليش كده. انا متفهم، بس ما اعتقدش اننا ممكن نرتبط. ليه؟ انتي دلوقتي عرفتي اني بحب اريوم. ما هي دي الخطة يا فهيم. ازاي؟ احنا مش هنرتبط فعليا بس ظاهريا. هنعمل تحالف، احنا اهدافنا واحدة. انا عاوزة ريم يغير وانت خايف ان اريوم تروح منك. احنا لو شكلنا التحالف هم هيدركوا اهميتنا. تقريبا البطلة لسعة منها شوية. اخينا هنا مش مقتنع بالفكرة لان اريوم بتشوفه كأخ صغير وبس. ما احنا هنخليها تشوفك عكس كده. هي لما تشوفك بطلت اهتمام بيها تدرك اهميتك. انا مش عارف الصراحة. مش عارف ايه يعني؟ انت عاوز تحوم حواليها كده وخلاص؟ طب لو ارتبط بيها بجد هتعمل ايه؟ ممكن اتقبل الموضوع ده شوية. تتقبل الموضوع؟ يعني انت عاوزها تروح منك؟ اختنا مش عارفة تقنعه لان هو معاه حق الصراحة، اما بطلتنا دي دماغها مفوت. المهم انها بتبص كده وبتلاقي الثنائي دولت جايين ناحيتهم، فهي لقيت ان ده افضل وقت تستغل الفرصة وبتقوله يجي معاها لان دي فرصة حلوة للخطة بتاعتهم. بس جرب وملكش دعوة. وهنا بتقابلوا الرباعي دول. يا لهوي بجد على الاحراج. وبكده هنقف لحد هنا. الفيديو الجاي هنعرف الاخت هتعمل ايه، والتنزيل هيكون شبه يومي باذن الله، بس هيكون قصير زي ده كده. محدش بيساعدني، وطبعا عشان اعمل لكم فيديو زي ده بغيب كتير، فانا مش عارفة اتنفس حتى. لو مقدرين التعب ده بتمنى انكم تدعموا المحتوى وتكتبوا تعليق يشجعني استمر. ويلا اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.